قرار من المدرب سعيد شيبة تجاه لاعبيه قبل مواجهة السنغال في نهائي الكان. نرحب بكم أعزائنا المشاهدين. نحن سعداء بمشاهدتكم في هذه النشرة الإخبارية المفصلة لهذا اليوم، وهذه الأبرز عنوانها. نود أن نطلب منكم الإعجاب بالفيديو والاشتراك في قناتنا للاطلاع على كل جديد. والآن إليكم التفاصيل. قبل مواجهة السنغال في نهائي الكان، أصدر المدرب سعيد شيبة قراراً صارماً تجاه اللاعبين. تمكن منتخب المغرب تحت 17 سنة من التأهل إلى النهائي بعد تخطي المنتخب المالي، وتمكن منتخب أشبال الأطلس من تحقيق فوز هام بنتيجة إيجابية في آخر مواجهة بتفوقه بركلات الترجيح 6-5. بعدما انتهى الوقت القانوني بالتعادل السلبي في انتظار أن يبحث زملاء الحارس المتألق طه بن أوزيل عن لقب القري، عندما يواجه منتخب السنغال يوم الجمعة المقبلة على ملعب نيلسون مانديلا. حظر المدرب سعيد شيبة من منع اللاعبين باستعمال حساباتهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي واستعمال الهاتف في أوقات محددة، من أجل الحفاظ على كامل تركيزهم بحثاً عن تحقيق نتيجة إيجابية في آخر مباراة في الكان. وأكدت مصادر أن المدرب يسعى لرفع درجة التركيز على الفوز وليس على احتفال بالفوز. وفيما يتعلق عن حارس المنتخب المغربي طه بغزيل، الكاف تفاجئ حارس المنتخب المغربي طه بغزيل وصفته بالملاك بعد تألقه في مباراة مالي. أداء لافت من قبل الحارس المغربي طه طيلة مجريات بطولة كأس إفريقيا لأقل من 17 سنة. وبات حارس أكاديمية محمد السادس لكرة القدم مطلوبا في أندية أوروبية كبيرة ترغب في انتداب الصيف القادم. وبهذا ينتهي نشرتنا لهذا اليوم، شكرا لكم على المتابعة، مع السلامة.